السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالنا فترة ما قلناش يعني لايف يعني، بس يعني بنكتب يعني على الفيسبوك. هتلاقي الكتابة زي الكلام اللي أنا بقوله، هو نفسه. لو أنا كتبته، لو أنا قلته، هو نفس المبادئ، نفس الكلام. أنا ماشي على مدرسة واحدة يعني. منها بمناسبة الأحداث الحالية دي، كنت عامل بيند بوست كده، كنت لازقه في الأول، عين شلته قريب يعني. في ان الحرب العالميه الثالثه هتبدا. الكلام ده محطوط من سنتين مثلا، انا لازقها من 2023. وان العالم كله هيتغير ومش هيبقى زي دلوقتي. وحتى انا قلت من ايام كورونا واول بدايه الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا، اما لقيتها كانت يعني كنا متوقعين انها تبقى قصيره وبعدين طولت، قلت لا، ده كده احنا داخلين على احداث كبار. منها كان كورونا، الفيروس المصنوع ده اللي خد كل الامراض المزمنه معاه، يعني الحمد لله نجينا منه. وهي تجربة قابلة للتكرار يعني. رقم اتنين، موضوع حرب روسيا وأوكرانيا، وليه روسيا عايزة ترجع تاني تبين لنفسها إن هي قوة. بوتين وترامب الاتنين قريبين من الشخصية من بعض، الاتنين نفس استعمال القوة، عجرفة القوة، الغرور بتاع القوة. ولذلك يعني وجود الاثنين على منصتين اكبر قوتين عسكريتين في العالم، اللي هم بيقولوا عليهم اكبر دولتين بقى، ما هو اكبر حد بيبقى الكبير بجيشه بقوته العسكرية يعني. مع ان هم عندهم حاجات تانية تخليهم كبار، يعني الاثنين على قارة كاملة وعدد كبير جدا من السكان وموارد كبيرة جدا من البترول والمواد الخام والمواد الطبيعية. انما لا، هم سايبين كل ده ومركزين على ان احنا نستخدم القوة العسكرية، هي دي اللي تبين ان احنا كبار يعني. لان في زيهم متميزين في الانتاج بس مش اقوياء عسكريا زيهم، فبالتالي هم دول اللي راكبين يعني. المهم يعني كنا هنقول ان احنا في بدايات حرب عالمية ثالثة، ويعتبر ان احنا دخلنا فيها خلاص. جه وراها على طول الاعتداء بتاع التمثيلية بتاعت اسرائيل وغزة. اسرائيل جرت حماس تعمل العملية ديت، وبعدين بدأت بقى تكسر في غزة كلها، تدمرها عشان خاطر تاخد الارض يعني. بعدين قام جاي وراها جر شكل ايران، بعدين قام جاي وراها زيارة ترامب للمنطقة عشان يرجع فزاعة ايران تاني. وانا طول عمري بكتب واقول ان ايران نمر من ورق، لا تمثل اي شيء ولا عندها شيء حديث خالص. واي جيتو بيحكم اي دولة، اي جيتو تلاقيه كده بيأتمر باوامر الرؤساء بتوعه، يمشي على الشيعة، يمشي على الاخوان، يمشي على، انا قلت قبل كده على ناس معينة برضو تانية، بيبقى لهم كهنة معينين بتوعهم كده، هم دول اللي يأمروهم ومش عارف ايه. ده ما بيبقاش قوي قوي، لانه هنا بيلجأ الى اهل الثقة واهل الولاء، ما بيلجأش الى اهل الكفاءة. احنا مرينا بداية امتى؟ مرينا بيها في 67. قبل 67 كان هو ده اهل الثقة والولاء وبتاع، عبد الحكيم عامر. وغرقنا في المصيبة الكبيرة بتاعت 67 اللي قعدنا ندفع ثمنها يمكن لغاية دلوقتي. بندفع ثمنها ان احنا نحدث بلدنا ونبنيها وبتاع. فمش عايز اقعد بقى اطلع بره الحلقة واقول حلقات سابقة كتير اتكلمت فيها يعني ولا حاجة. انا بس قلت اعلق كام تعليق كده. هبدأ بيهم دلوقتي بواحد منهم، اللي هو ايه، بمناسبة الضرب اللي شغال تلفزيوني ما بين إسرائيل وإيران يعني. لا يمكن أبدا أي مصري عربي مسلم شرقي، والترتيب دوت أنا معروف عني، اللي عم متابع كتاباتي يعني عارف أنا بقوله ليه، وشرحته قبل كده كذا مرة. وقلت قبل كده ان هي احنا بعدنا الاستراتيجي، احنا مصريين، تراكم حضاري في مصر كلنا، ما هيش بتاعت حد دي. كلنا هنا اجدادنا من كل انحاء الارض جم كلهم على مصر هنا، وزادت عليهم الحضارات بقى، فرعونية، بعدين رومانية، بعدين اغريقية، بعدين الاسلامية بعد كده جت عشان خاطر تكمل ايه، مسك الختام وتبقى مسؤولة عن حضارة الشرق كلها. ولذلك الشريعة الإسلامية بس هي اللي تعرف تختم الحضارة المصرية دي، لأن هي بس اللي منوطة بأن هي تحمي العالم كله بحرية للأديان اللي فيه والعقائد اللي فيه والمواطنين اللي فيه. ده اللي فاهم يعني، مش اللي عمال بقى يترجم شوية من إخوان على شوية من وهابيين على بتاع. بمناسبة الوهابيين، احنا ما عندناش مشاكل طبعا مع اخواننا السعوديين ولا اخواننا الخلايجه، وابدا ابدا. وانا بقدر جدا دور الامارات ووقفها معانا، ودايما يعني ما اناش مع اللجان اللي بتقعد تشتم كده، ونصهم متاجر ونصهم جاهل بيعوم يا عيني وخلاص. احنا لا، احنا دايما هنا للعلم وبس، انا ما بكسبش حاجه من ورا ده غير لله وللوطن زي ما بيقولوا يعني. بل بالعكس، انا محدش بيقبضني يعني عشان يديني، بالعكس ده انا حاجات كتيره جدا نفسي اشتغلها مع الحكومه ما بعرفش. اللي بيشتغلوها الناس الكبار او المحاسيب مع الحكومه، انما احنا قطاع خاص ما حدش بيشغلنا يعني ولا حاجه.
احنا كلامنا من دماغنا ولقمتنا من فاسنا يعني. بس مع كل الحب لمصر ديت، ومع ذلك ما حدش بيقبضنا ولا حد بيساعدنا اصلا. ما تصدقش موضوع مساعدة القطاع الخاص ده نعمل لها حلقة لوحدها يعني. نرجع تاني لموضوع اسرائيل وايران. طبعا نشمت ونتريق وسخرية المصريين اللذيذة والضحك بقى هنا يبقى له مكان. مش الضحك بقى ان احنا نتنمر على بعض في نموت لعيب ونموت ونخلي التركيز كله على ان النادي ده يموت ده، وان انا ابقى بس اللي موجود وان التاني لا، وما يبقاش فيه منافسة. لا ده كلام خايب. ده برضو يبقى له حلقة لوحده عن التعصب الخايب اللي بيقوده بعض الرعاة في البلد دي او بعض الادارات في البلد دي. ولكن احنا على اتريق بقى واتنمر او اتريق واتنمر على دول قتلة الاطفال والنساء واللي مدمرين بلد بحالها دول، والعالم الغربي كله اللي بيدعي حقوق الانسان قاعد يتفرج عليهم. اتنمر واتريق وافرح اول ما الاقي صواريخ كده ونار كده عماله تولع كده هناك. يا سلام، ده احلى عيد ميلاد ده اتفرج عليه. نقطة تانية، انا مهما كان خلافي مع إيران كدول سنية مسلمة عربية، أو كدول عربية مع إيران الأصل الفارسي، وده كله خلاف سياسي، مش زي ما الوهابيين القدام بتوع السعودية اللي هم حاليا بيحاولوا يتخلصوا منهم في السعودية نفسها. فأنت ما تبقاش بقى ملكي أكتر من ملك يعني. مش زي ما الوهابيين صوروهم يا عيني، الأجيال القديمة خابت خلاص بسبب الفكرة دي إن هو خلاف ديني وإن ده لازم لا مفيش خلاف ديني خالص. مش معنى كده ان انا زيهم ابدا. انا مسلم سني وهم شيعة، وفي خلافات كتيرة ممكن نتكلم فيها، ولكن كلها قابلة للحل وكلها قابلة للاتفاق. واقل شيء خالص اضعف الايمان لكم دينكم ولي دين. يا عم خليك على مبدأك وانا خلينا على مبدأي، ويبقى في حقوق الجيرة ما بيننا وبين بعض، وفي اتفاق سياسي زي ما انا اعمل اتفاق سياسي مع الصهاينة نفسهم. اعمل معاهم اتفاق سياسي جيرة وخلاص. تذكر ان انا قلت لك من 2-3 في حلقات ان في 4 نمور في منطقة الشرق الأوسط اللي هي مهمة جدا جدا للعالم. سبحان الله، يعني أغلب المواد الخام في المنطقة دي. المنطقة مهمة جدا لبسط النفوذ بتاع أي حضارة تركب. حاليا اللي راكب طبعا الحضارة الغربية اللي بتتمسح في المسيح، وهي مش مسيحية ولا حاجة، بس يعني أهو الحضارة المسيحية الغربية هي اللي راكبة دلوقتي، اللي هو أوروبا وأمريكا يعني. وروسيا برضو ما هي تبعهم يعني، ما فيش خلاف كبير قوي يعني ما بينهم وبين بعض. انما مش الحضاره الاسلاميه بتاعتنا ولا الصين والهند، دي حضارات قديمه هي اللي تحت دلوقتي، انما الحضاره الغربيه هي اللي فوق دلوقتي. فالمنطقه بتاعتنا دي مهمه جدا ليها يعني. ممكن بقى فيها كام نمر بقى اللي انا قلته زمان في الحلقات: مصر، تركيا، ايران. كل واحد من دول ليه افكار. مصر الوحيده فيهم اللي مش استعماريه، يعني عمرها ما فكرت تاخد شريط حدودي بره ارضها. واتفرج على حروب السودان وليبيا جنبنا اهو، كان في ايدينا خالص ناخد شريط ونأمن نفسنا. لا، دافعنا لهم وسبنا لهم هم جيشهم اللي يقعد. وان شاء الله ده اللي بيحصل في السودان، اللي منسيه دي اللي محدش بيتكلم عنها خالص دلوقتي، رغم ان الضرب فيها اكتر من غزه والموت فيها والدمار والكوليرا كمان فيها. دي عايزه لها برضو قصه تانية لوحدها. مصر، تركيا، ايران، راس الحربة اللي زرعته الحضاره الغربيه في منطقتنا اللي هو اسرائيل، عشان خاطر يبقى في وسط الحضاره الاسلاميه بتاعتنا. ما نقدرش نقوم منين ما نيجي نقوم، هو ده. ويتزرع فين؟ انسب مكان هو ده فلسطين، بحجه الاقصى وبتاع الحجج الواهيه بتاعتهم دي. بس القصد طبعا يبقى جنبنا احنا، واحنا دورة التاج زي ما بيقولوا. هم كسروا سوريا والعراق خلاص، هم كانوا يقدروا يعدوا كده دلوقتي لو كان في دولتين سوريا والعراق. ابدا، كان هيبقى الموضوع مكلف جدا جدا ليهم ويلفوا من اخر الدنيا. دلوقتي سهل خالص، بيعدي من مجال الجو العراقي وهو يدين. فاحنا بنحمد ربنا على ان احنا لينا جيش ولينا دفاعات جويه ولينا احترامنا عند العالم يعني. لولا كده والله كان زمان الصبح رمى عليك صاروخين ولا همه، معلش ومن غير معلش يعني. دلوقتي ما هو العالم بقى اللي بيحكموا البلطجه دلوقتي. فنرجع تاني للنقطة بتاعت إسرائيل وإيران عشان ما تقعدش تجرجرني يمين وشمال معاك. أنا لا يمكن أبدا مصري مسلم عربي شرقي أقف في مربع واحد مع اليهود والصهاينة. مش ممكن. مع الصهاينة قصدي، اليهود دول أهل كتاب عادي خالص، يبقى جاري عادي، يهودي مسيحي مسلم ده عادي خالص، ده أنا مسؤول عن حمايته. إنما اللي جاي يتعدى عليا وياخد أرضي ده هو دي المشكلة، هو ده. واللي عايز يدمرني ده هو دي الفكرة الصهيوني ده. فهي دي المشكلة اللي بيني وبينه بس. وأي حد مكانه هيبقى عدوي برضه، جاي يتعدى عليا وياخد ارضي ويقلل مني ويمسحني، هو ده هيبقى برضه عدوي برضه. هي دي العداوه، بس مش عداوه اديان زي ما برضه بعض الاخوان بيقولوا. انا قلت لك عيوب الوهابيين، قالوا لهم الشيعة كفر اولاد كلب عايزين نقتلهم. ده كل ده كلام فاضي، ده خلاف سياسي. والمبادئ اللي هم عندهم دي بعدين وارد بقى يحصل حوار، زي ما بيحصل حوار بين الاسلام والمسيحيه، زي ما بيحصل حوار بين المسيحي والمسيحي.
زي ما بيحصل حوار بين السني ما يحصل عادي، واتفاقات، وانا لازم اضربه؟ فانا عمري ما هقف في مربع واحد. لو قالوا لي في يوم من الايام ان الصهاينه هياكلوا المنطقه بتاعت عرب ومصريين ولا مسلمين ولا براء هيرموا لهم اكل وبتاع وروح ساعدهم، والله ما مساعدهم ابدا، لن يحدث ابدا. وفي نفس الوقت هنا بقى دي نقطه خلاص، مش فانا هشمت في دول ومش هقف معاهم وبتاع، ده مبدئي كمصري. في نفس الوقت انا مش هعمل من ايران بطل. بتعاطف معاهم مثلا، مش عايزهم يتدمروا، مش عايزهم يتمسحوا. ليه؟ عشان انا بتاع سياسه، ففي توازن قوه في المنطقه. فالنقطه اللي هناك دي لو اتمسحت زي سوريا والعراق كده ما فضيت، يحصل حاجه اسمها فراغ استراتيجي. فلا، لازم تستنى في شوكه كده. واللي فاهم غير كده غلط. يعني بعض السياسيين السعوديين مثلا، مع ان انا بحب السعوديه جدا، يعني ليا ذكريات جميله معاهم، بس يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد لود قضية. مش معناه ان انا يعني بدع، لا. مش لازم اما اختلف معاك انت تكفرني وانا اكفرك وانا اموتك وانت مش لازم كده، وانا اعمل لجان وانت تعمل لجان، مش لازم. منتقدك يا عم عادي، يا سلام. هو البشر كلهم ما اتفقوش اصلا على نبي واحد ولا اتفقوا على الله سبحانه وتعالى. في ناس ملحدين الى الان، فانتقدك عادي، ايه يعني، يا سلام. فبعض السياسيين السعوديين بيغلطوا في الحكايه دي، ان هو عايز يمسح ايران عشان خاطر يامن نفسه. ابدا، انت هتعاني من كده، هيتبقى جنبك فراغ استراتيجي، وهتبقى اسرائيل لوحدها هي اللي مفتريه اكتر من كده. فده مش من مصلحتنا انها تتمسح، دي نقطه، لان انا ممكن اوصل معاها لاتفاقات سياسيه زي ما وصلت مع اسرائيل ومع غيرها، والناس كلها بتوصل لاتفاقات سياسيه. رقم اتنين، هم برضو في الاخر بلد شرقي مسلم برضو وبتاع، فانا ما مش متعاطف قوي، انما برضو مش كاره لهم، انهم مش عايزهم ان هم يموتوا يعني كل يوم وبتاع، انا عايز التاني هو اللي يموت. رقم ثلاثة، لازم تفهم قوي عشان خاطر الميديا عاملة تطرف جامد، يا يمين قوي يا شمال قوي، وده مش حياة، ده مش سياسة. السياسة والإدارة 80% منها جراي اريا، كلها منطقة رمادي أصلا. ال20% دول أنا بس عشان خاطر مصري مسلم وعربي محترم، فأنا بقول إن دي الحلال والحرام، فهي دي ال20% بس. انما ال80% الباقيين في السياسه والاداره كلهم يعني انت ماشي كده على الخط، يعني بتحاول تتجنب كده الشبهات، يعني ماشي على الحبل كده. هي دي السياسه. حتى السياسه هو علم الذي يجيده السيئون من الناس، عشان بيعرفوا يمشوا على الحبل. هم دول السياسيين الصيع بتوع بس. فما فيش بقى ابيض قوي او ما رامي نفسي مع اسرائيل ضد ايران، ولا اسود قوي او قال ده ايران دول الزعماء، ده هم اللي جايين لنصره القضيه وبيضربوا عشان غزه. ابدا ابدا ابدا، انت حمار كده، انت احمر من اللي رايح يدعم اسرائيل. لان ايران لا عمرها هتنصر غزه ولا عمرها هتقف عشان قضيه فلسطين اللي وقفوا تنايل عشانها احنا وبس، والى الان اللي بيتنايل عشانها احنا وبس، واللي الضغوط عليه كلها احنا وبس. لو كنا قلنا للتهجير كانوا سددوا ديوننا تاني يوم. ترامب قال مفيش اشاعات في ده حقيقه. انما لا عمرها دي بتضرب لمصلحتها وبتضرب لمصلحتها وبتتعب لمصلحتها وبتبعت لمصلحتها وبتعمل صواريخ النهارده لمصلحتها ولشكلها ولشكل الملالي اللي قاعدين هنا اللي هم الجيتوا اللي بيحكموه. بس ما تعملهمش بطل ابدا، ولا هم ابطال، لمصلحتهم. واحنا نكاية في عدونا الصهيوني فبنقف معاهم، انما مش بقى اقف معاهم فبالتالي اترمي في حضنهم بقى والله ده انت اكذب الكذبه واصدقها. لا، هم مش ابطال ولا حاجه، ده انا بس عمال اغيظ التاني. ايوه ضربوك، ايوه شفت بقى ان ما عندكش قبه حديديه زي ما انت قلت، عندك 3 انظمه دفاعيه، منهم قروا اللي انت عامله وبتبيعه للعالم ده، ومنهم الثاد الامريكاني اللي قاعد عليه ضباط امريكيين يشغلوه القبه، ومنهم المنظومه الاساسيه الامريكيه اللي عندهم. ال3 منظومات دول متعدي منهم الصواريخ عادي وتقع عليك، واول مره تشوف النهارده مباني زي اللي كنا بنشوفها في بيروت بتولع، عندهم بتولع. فانت يعني برضو ما انتش يعني عم الجن، ما انتش ليفل الوحش، يعني انت راخر. انت بس عمال توهم الجيل الجديد ان انت اكبر حاجه واجمد حاجه، ولا انت اجمد ولا حاجه. دوله انا بقول عليها ضعيفه هي وجيشها قديم، لا ايران بتهزقك اهو. الحوثيين اللي تحت بيهزقوك، ما انتش قادر تعمل معاهم حاجه. هم تحت اهو، وعندك عندك F-35 وعندك البي 10 وعندك كل حاجه. فانت مش قادر تعمل حاجه. البي 2 الشبحيه وما انتش قادر تعمل حاجه. فانا بغيظك انت بس ما صدقش بقى نفسي ان انا بغيظه بواحد فما رايح مقله التاني. ده عيبنا بقى في التطرف. لا، ده ليه مصالحه السياسيه وده ليه مصالحه السياسيه. انا مش عايز، انا مش طايق ده اللي جنبي دوت القاتل ده، انما التاني ممكن اطيقه شويه واوصل مع الاتفاقات. فخلي بالك واوزن الامور كويس وما تخليش حد يضحك عليك، وانا موجود لما تحب تفهم حاجه. مساء الفل.